مليون مبروك لكل اللي جاب 50%. فيديو النهاردة هقولكوا على كليات ومعاهد. معاهد عليا هما معهدين بياخدوا من 50%. كليات لو انت كنت عايز تخش طب، تخش هندسة، تخش اعلام، تطلع دكتور، كل ده هقولك النهاردة ان انت تعمله، بس مش من نفس الكليات، من كليات تانية تخليك في الاخر تخش طب، تبقى دكتور، تبقى مهندس، تبقى اخصائي نفسي، تبقى مدرب. كل ده هقول لكم عليه من كليات بتاخد من مجموع 50%. 50% بس. كليات مش معاهد يا ياسمين، كليات مش معاهد. لو انت مهتم او لو انت جايب المجموع ده، فما تنساش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجاية، لاني هتكلم عن الكليات كلية كلية والمعاهد معهد معهد. بس مستنية ان انتوا تشجعوني. فلو انت مجموعك 50% او اعلى شوية وكنت عايز تخش طب، عايز تخش علاج طبيعي، عايز تخش هندسة، عايز تبقى تخش اعلام، عايز تبقى حاجة كده معينة انت نفسك فيها من الكليات اللي انا قلتها دي، انا هخليك تخشها النهاردة بكليات ما بتاخدش غير من 50%. يعني لو انت مش جايب مجموع طب وهندسة، الكليات دي بتاخد من 50% وفي الاخر بتساويك باللي خارج من طب وهندسة. فيلا بينا نبدأ الفيديو نشوف الفيديو بيتكلم عن ايه. النهارده معانا 4 كليات. اول كليه هي كليه تربيه نوعيه. كليه اهي، كليه تربيه نوعيه. عايزه اقول لكم ان كليه تربيه نوعيه دي، لو انت كنت عايز تخش فنون جميله، فنون تطبيقيه، اعلام، الناس اللي بتحب الطبخ، الناس اللي نفسها تخش اعلام، كل ده الكلية دي بتطبطب على قلبك. الكلية دي بتاخد من 50%. 50% هتبقى في في تربية نوعية. الكلية دي بتاخد من 50%. لو انت كنت عايز زي ما قلت لك تخش فنون جميلة، الكلية دي بتطلعك نفس اللي هتطلعك منه فنون جميلة. عايز تخش فنون تطبيقية، عايز تخش اعلام، فهي الكلية دي كلية تربية نوعية. تمام، دي اول كليه معانا. تاني كليه معايا وهي تربيه رياضيه. عايزه اقول لكم ان كليه التربيه الرياضيه من الكليات الكويسه جدا 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 جدا، واللي بتاخد من المجموع 50%. لو انت كنت عامل اختبار القدرات بتاعها فيساعدك يا هناك لو دخلتها بجد، لانها كليه كويسه جدا جدا جدا. بتتخرج منها تبقى او اخصائي، بتعمل دبلومه او حاجه وبتبقى اخصائي. فالكليه دي كويسه جدا جدا، ومش معنى كده ان هي ملهاش مستقبل، لا، انت بتتدرب وبتخلص وبتشتغل في نوادي. مش النوادي اللي جنب بيتي وبيتك اللي هي النوادي الكحيانه دي، لا لا، انت بتشتغل في نوادي كبيره، تبقى مدرب، تنزل جيم. ممكن لو مش عايز دي ممكن تتجه لمدار التدريس، ان انت بتعمل حاجه كده فيها وبعد كده بتبقى مدرس. فكل دي حاجات كويسه جدا 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 في الكليه دي. تالت كليه تالت كلية معانا وهي كلية زراعة. عايزة اقول لكم ان كلية زراعة دي بتطبطب على قلب الطلبة. كنت عايز تخش طب يا حبيبي، تعالى انا هطلعك دكتور. كنت عايز تبقى مهندس يا حبيبي، تعالى انا هطلعك مهندس. كلية زراعة بتقبل من 50% او اعلى شوية، بتطلعك الحاجات اللي انت كان نفسك فيها. يعني انت كنت عايز تبقى دكتور، هطلعك دكتور. مش معنى ان انا بقول ان انا في كلية زراعة او ان انا عايزه اخش كليه زراعه ان انا هخش ازرع، عشان مش زي ما كل الناس فاكره. لو كل ما حد يجي يقول لك انت في ايه يا حبيبتي، انا في زراعه يا طنط. ايه ده، هتزرعي لنا بقى، جيبي لنا حته قدر اردو وازرعي لنا. ايه يا طنط السكر ده، ايه ده؟ اكيد مش هزرع يعني. كليه زراعه فيها مجالات جوه حلوه جدا جدا، زي ان انت بعد ما بتخلص ممكن تشتغل في قسم التحاليل، تبقى دكتور تحاليل. ممكن بعد كده تبقى مهندس زراعي، بتشرف بقى على الحاجات دي. ممكن بتبقى اخصائي نفسي. الكلية دي بتطلعك حاجات كتير جدا جدا جدا، وهي كلية كويسة جدا 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 لو جاتلك على حسب مجموعك. فاللي يجيله زراعة يخشها يا جماعة، لانه والله ليها مستقبل حلو جدا. انت دلوقتي بص على المستقبل، ما تبصش على الكلية اللي انت عايزها ولا لا. انت خش الكلية اللي انت عايزها، وخش الكلية اللي انت حاببها وعارف ان انت لما تخشها مجالاتها هتحببك فيها اكتر. بس برضو بص على المستقبل. رابع كلية معانا وهي اداب جغرافيا، هتطلعك مهندس مساحة. رابع كل رابع كلية معانا وهي كلية آداب جغرافيا، هطلعك مهندس مساحة. عايزة اقول لكم ان الكلية دي برضو انا ما كنتش اعرف عنها، واكتشفت ان هي ممكن تطلعني مهندسة. بس انا يعني كنت حابة كلية زراعة اكتر، لانها هتطلعني مهندسة ودكتورة على حسب اللي انا عايزاه. فاخترت زراعة اكتر. بس كلية آداب من الكليات الكويسة جدا 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 برضو، وهتطلعك مهندس مساحة يعني حاجات كويسة. في بقى معهدين، اخر حاجة هقولها لكم، في معهدين بياخدوا من 50%، بيطلعوك يا على كلية هندسة على طول يا تجارة على طول.
فلو انتم مهتمين بالمعهدين دول اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه عشان توصلكم مني كل جديد، عشان هنزل لكم الفيديو بتاع بكره او بعده عن المعهدين دول. معهدين بيطلعك يا على كلية تجارة يا على كلية هندسة على سنة تانية، يا سنة يا تانية كلية تجارة يا تانية كلية هندسة. فعايزة اقول لكم ان الفيديوهين دول يعني او المعهدين دول مهمين جدا جدا جدا. فلو انت مهتم اعمل لي لايك واشترك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. وبس كده، ده الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل، الاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، تعملوا شير للفيديو، وحشوني جدا جدا. باي باي.